صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي مجرد ما بتبقى موجوده في البيت بحس بالخير. زي ما انتم شايفين هعمل معاكم فايش بطريقه سهله جدا، مكوناتها موجوده في كل بيت، وصيامي يعني من غير لبن خالص، والطعم الاصلي بتاع زمان بالظبط، وهيكون معاكم هش وخفيف وهينجح مع اي حد مجرد حتى لو هيعمله اول مره. زي ما انتم شايفين كده، بصوا في نفس الوقت متماسك خالص. وهقول لكم ايه هما ابسط المكونين اللي لو حطيناهم هتفرق جدا. وانسوا بقى الطعم اللي هو بتاع المحلات اللي بنشتريه، لان بجد الجاهز دوت نسانا الطعم. يلا بينا نشوف الطريقه، بس لو اول مره تشوفوني انا اسمي نانا عادي، ويلا بينا. اول حاجه هجيب كيلو دقيق منخول، اي نوع دقيق بتحبوه، هنزل عليهم بكيسين من الخميره البودر، ويفضل طبعا خميره تكون بدرجه حراره المطبخ، او معلقتين كبار من الخميره. هنزل عليهم ب3 معالق من السكر، معلقه طعام الطبيعيه، ومعلقه صغيره من الملح. هنحط بقى معلقه كبيره جدا مليانه من السمسم المحمص، والمعلقتين بقى المهمين هما معلقتين شمر، وده نوع من التوابل بيتجاب من عند اي عطار، ومعلقه من اليانسون. المكونين دول جدا يعني بيفرقوا جدا فعلا في طعم الفايش. وهنزل بمعلقه صغيره من الكركم عشان ناخد لون كويس. هننزل بقى بنص كوبايه من السمن النباتي او الزيت، او حتى تعملوا ميكس مع بعضيهم. وطبعا لو انتوا عايزين تعملوه فطاري تخلوا السمن ده يبقى سمن بلدي، بيفرق طبعا جدا في الطعم والريحه. هستخدم هنا ميه دافيه 2.5 كوباية من الميه. انا استخدمت 2 كوباية في الاول، وحطيت كمان نص كوبايه هنا لقيت العجين. وهنقعد بقى نعجن شويه حلوين لغايه لما العجينه هتكون ملساء مننا، ناعمه يعني وطريه، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايدينا، يعني زي كده بالظبط، طريه ولكن ما تكونش بتلزق. نعرف ان احنا نستخدمها. هنسيبها تخمر نص ساعه لغايه لما تضاعف حجمها زي كده بالظبط. لازم اهم حاجه البوكس بتاع العجينه ده عشان احس ان هي نجحت معايا. ننزل بقى ونبتدي ان احنا نقسمها بس جزئين علشان نعرف نشكلها. انا هقسمها جزئين، تقدروا تقسموها 4 اجزاء، وهقول لكم بتعملوا ايه في كل جزء. هنشيل جزء على جنب نغطيه، والجزء التاني نبتدي نفرد فيه كده لغايه لما تفرد مننا كده، ونبتدي نعمله زي الصباع الفينو بالظبط. بنبرم، واحنا بنبرم بنضغط بايدينا علشان نكتم الهواء ونخرج الهواء منه، علشان ما يديناش مسامات كده فاتحه في الفايش بتاعنا. واهم حاجه فيه غلطه بقى ما تغلطوهاش زي ما انا ما عملتها، الاتجاه بتاع الفينو اللي انا قفلته ده زي ما انتم شايفينه، ده المفروض يتحط من تحت، انا ما خدتش بالي وحطيته على نفس الاتجاه اللي فوق. فده هوريكم شكله في النهايه ما بيبقاش حلو، ولكن هو ما عملش اي مشكله معايا خالص يعني. ولكن انا حبيت اديكم الملحوظه ديت، يعني الاتجاه اللي احنا المفتح ده اللي انا بقفل فيه ده المفروض ده يبقى من تحت. انا دهنت الصاجه بتاعتي او الصينيه بتاعتي دهنه زيت بسيطه، وهسيبه بقى يختمر.